ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى هاخدكم في جولة جديدة وفكرة جديدة جدا. رحت لوالدتي قلت لها يا ماما انا محتاجة اخبز وارجع ايام زمان وافتكر ايام زمان الخبيز واكل العيش كده وهو طالع طازة واعمله سندوتشات واكله. بحب جدا الاجواء ديت. فوالدتي ما قالت لي عينيا، يعني شوفي انت عاوزة ايه وانا اعمله لك على طول. بدأنا عملت العجينة وبدأنا نقطعها الكور زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ان هي يكون تحتيها رده وان احنا نغطيها باي قماشه، لان العجين مع الهواء الوش بتاعه بينشف، فلما نشف لما تيجي يطلع منك هيبقى ناشف وهيبقى مش حلو. فهي كانت بدأت بقى ان هي هنا بتقطعه بقطع متساويه زي ما انتم شايفين هنا الكور. وكان بقالها كتير قوي ما عجنتش، وفعلا عايزه اقول لكم ان الخبيز ده بياخد مجهود جامد قوي. بس هي قالت والله مش هزعلك، يعني عشان انا كان نفسي فيه وبقالي كتير قوي ما اكلتش العيش ده من ايديها. وقلت لها لا انا لازم اساعدك بقى، وشوفي عايزه مني ايه علشان انا لازم اشارك في اللحظه الجميله ديت. وقلت اوريكم كده اللحظه وايام زمان اللي احنا مفتقدينها. الواحد مفتقد ايام زمان. الحاجه ايام زمان كان طعمها حلو، كان فيها خير، كان فيها رزق، كان فيها حاجات. دلوقتي الحاجه غليت جدا وصغرت وطعمها والفايده بتاعتها مش موجوده فيها خالص. فالواحد على قد ما يقدر يحاول ان هو يعمل حاجته في بيته بايده ويبقى متأكد ان هي نظيفة وبياخد اكبر استفادة منها. هنا بقى كنا بنبطط خلاص العيش وبالمطرحة الخشب ديت اسمها لا ما اسمهاش مطرحة، دي اسمها الرول اللي احنا بنفرد بيه العيش. تمام. بدأنا كده بنفرد بيه بحيث انها تساعد ان العيش يتفرد. بدأنا نعمل العيش وحطينا كل رغيفين على الصينية ولازم نغطيه زي ما انتوا شايفين كده. كل ما ناخد رغيف نحطه ونغطيه على طول بأي قماشة. تمام. القماشات ديت احنا عاملينها مخصوص للعيش وشايلينها على طول، بعد ما بنخلص بنغسلها وبنشيلها، دي مخصصة بس للعيش. هنا بقى كنا بدأنا العجين بنبططه جزء جزء. يعني نبطط نص وبعد كده نسيبه يهدى كده ويتخمر تاني مع نفسه. عايزه اقول لكم ان انا بحب جدا جدا اعمل كل حاجه في البيت، ووالدتي هي اللي معلماني كده. ان احنا قدر المستطاع لو نقدر نعمل حاجه في البيت نعملها. لان دلوقتي كل حاجه بتجيبيها من بره ما بقاش في حاجه موثوق فيها. حتى الجبن كلها مواد حافظه. تحس ان انت بتفطري مواد حافظه وبتتغدي مواد حافظه وبتتعشي مواد حافظه. فخلاص حتى صحه الاطفال دلوقتي بجد في النازل. صحة الأطفال ما بقتش فيها خير، والأطفال دايما بيعيوا على طول، معاناتهم المناعة بتاعتهم ضعيفة. ربنا يعين كل أم. وجينا اللحظة الحاسمة وهي توليع الفرن. يا جماعة من أكتر حاجة ما بحبهاش بقى، لأني بخاف جدا جدا من النار ديت، بخاف جدا منها. والفرن هنا مرعب النار، يعني ربنا يحفظنا يا رب ويحمينا. هنا الانبوبه طبعا والفرن بتاعتنا، وبدانا ان احنا نظبط النار وسيبناها شويه بقى علشان تسخن. ونبدا بقى بالمطرحه، اسمها المطرحه بتاعتنا. ونبدا بقى ان احنا ايه، نجهز الرغيف كده عليها علشان نحطه جوه الفرن. طبعا هي قالت لي انا هحط اول واحد، وانا اصريت ان انا بعد كده انا هحطه. ويا ريتني ما حطيت، هتشوفوا ليه، هتشوفوا اللي انا عملته. تمام. ده اول واحد اتحط سليم وزي الفل. وهنقفل عليه بقى دلوقتي بحيث ان هو ايه النار تبدأ ان هي تلف حواليه بحيث ان احنا عايزينه يقب. لان هو احلى حاجة فيه ان هو لما يقب بجد بتبقى بتنسي تعب الخبيث كله. اول ما العيش بتاعك يقب بتنسي تعب الخبيث كله. تمام. ما تنسوش بس تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. هنا بقى انا كنت اصريت ادخل انا العيش، ويا ريتني ما دخلته. اتلعبك مني، انا ايدي مش واخده طبعا ان انا ارمي او احذف العيش، فطبعا اتلعبك مني. بس والدتي اتصرفت وحاوت تلم الموضوع كده. وهنا بقى اجمل لحظه العيش لما اب بجد. يعني انا خدته بقى من هنا وعلى طول يعني قعدت اقطع واكل وفطرت على طول بيه. بجد يا جماعه حاولوا ان انتوا تعملوا كل حاجه بنفسيكم، ما تستقلوش بالحاجه لو انتوا هتعملوها حتى لو حاجه صغيره. اهم حاجه اهتموا بصحتكم وكلوا كويس، لان الصحه دي الحاجه الوحيده اللي محدش يقدر يشتروها بفلوس الدنيا كلها. تمام. هنا بقى خلاص كنا بدأنا بقى ان احنا عملنا كذا رغيف وكذا رغيف بدأ يقب. بنسيبه بعد كده يبرد خالص ويتهوى. تمام. علشان بعد كده نبدأ نحفظه في اكياس ونشيله في الفريزر.
ويبقى كده احنا خلصنا جولة الخبيث كلها. خلاص هنفرد بقى العيش عشان يتهوى، وما تاخدوش بالكم في العيش بتاع البايظ دوت. بس المجمل كان حلو جدا وكان طعمه حلو جدا. اشوفكم بقى في فيديو جديد وفكرة جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. باي باي.